مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية. هذه الآن النشرة الجوية للصيد البحري اليوم الغد 15 أبريل 1985. السلام عليكم. اليوم باش نحكيو على تاريخ التلفزة التونسية المجهول واللي برشا من شبابنا توا ما عنده عليه حتى فكرة. باش نرجعوا الوقت كانوا يسميوه الزمن الجميل، وقت اللي بدات فيه التلفزة التونسية واللي برشا من الجناس توا ما عندهم عليه حتى فكرة. وقت بدا فيه عالم جديد في تونس، حاجة أول مرة تصير عنا. بدات الحكاية في 31 ماي 1966 واللي كان أول عام يتم فيه بث تجريبي في تونس كما شفنا، واللي مهدت الطريق باش تتحل أول قناة تونسية واللي هي الITT وإلا بالفرنسي RTT اللي تعني راديو فيزيون تلفزيون تونيزيان. تحلت القناة هذه من قبل الحكومة التونسية في الوقت هذاك، واللي عملت نقلة جديدة في التلفاز التونسي. بل مش أي واحد عنده تلفزة، كانت العباد تتلم الكل باش تتفرج على برنامج معين، كيما البرامج الثقافية، البرامج الإخبارية وإلا البرامج التثقيفية. ما كانتش فما برشا حاجات قبل. من أول المقدمين كان عبد العزيز العربي الله يرحمه، واللي اليوم هذايا مازلنا نسمعوا في القصص نتاعو. اجا نمشيو شويه ونقدموا للفتره بتاع الثمانينات واللي تبدل فيه اسم RTT الى RTT1 بسبب ظهور قناه جديده اسمها RTT2 عام 87 اللي كانت مخصصه باللغه الفرنسيه. لكن اكثر حاجه كانوا الصغار يحبوها في الوقت هذاك هي الكوميك. كما كابتن ماجد، عدنان ولينا، النمر المقنع وحاجات اخرين بنات البسمة للجيل متاع الثمانينات. نزيدو نقدمو شوية ونجيو نحكيو على التسعينات واللي ظهرت فيها قناة تونس 7 اللي تبدل اسمها من RTT1 الى تونس 7. ضمت ابرز المسلسلات التونسية اللي باش يخلدها التاريخ كيما الدوار والخطاب على الباب. زيدا نلقاو برنامج الشمس لحد اللي شفناه قبيليك. عجبتكم حلقة صابر؟ عبد الكريم على كل اهل ياسمين الموجودين فيكم. اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم شمس الاحد. نوصلوا للفتره متاع الالفينات، بالضبط 13 فيفري 2005. والمعلومه هذه مهمه جدا ولازم العباد الكل تعرفها، خاطر تكونت قناه جديده لاول مره ماهيش باسم الحكومه واللي هي قناة حنا بعد، واللي سحبها رجل الأعمال العربي نصرة. كملوا مع قناة 21 واللي بدات فيها الازدهار في التلفزة التونسية، واللي ضمت مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات والسيتكومات إلى يومنا هذا مازال تتعدى، كيما برنامج عروسية عام 2000، صيد الريم، مكتوب، ليالي البيض، دار الخلاع، لوتيل، واللي يجي على رؤوسهم الكل شوف لي حل. ومازالت الليستة طويلة. وظهرت بعدها ثاني قناة خاصة واللي هي نسمة. نجيو الأهم فترة واللي هي فترة الثورة التونسية واللي نجر عليها وجود برشا قنوات جدد مهمش تابعين للحكومة كيما التاسعة، الزيتونة، تونسنا. واللي ما يعرفوهوش العباد انه قناة الحوار التونسي تأسست من عام 2003 في باريس، واللي كان مؤسسها توفيق بريك. من بعد الثورة ملكها سامي الفهري. ومن الفترة اللي بعد الثورة زادت الأعمال التلفزية، وولينا في رمضان على الأقل نلقاو بالأربع مسلسلات واحنا على شكون نتفرجوا. من غير لا نزيد نعطيكم عليهم برشا معلومات، خاطر نتصور العباد الكل تعرف المسلسلات متاع توا كيما ولاد مفيدة. وش قعد لي فيه انا التليفون بالله؟ شوف حد اخر. باهي مشيت معاك. الفوندو، بوليس حالة عادية. ما تنساش تجيب لي تشيز برجر من فري شوب. النوبة، ركوج، الفتنة، اللوجة. اي ما جيت مأخر مدام، لازمك بيه باش تدخل. دونك في بالكم اللي بروف دو مات ما عادش باش يجي قريكم بور دي ريزون دو سونتي. باش نكمل انا معاكم العام ان شاء الله. جو مو بريزونت نور مختار. ان شاء الله نعديو مع بعضنا اون اني سكولير باهيه. وبرشا مسلسلات اخرين. اسيلوا الاولاد ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تنسوش اللايك والسبسكرايب، وقولوا لي كان عندكم فكره للفيديو الجاي نهبطوا عليها ان شاء الله.